يا مساء الخير على حضراتكم متابعينا ومتابعي كايرو لايف قناة القاهرة 24. استغاثة إنسانية نتمنى من الجميع التفاعل معها. عم محمد نصار سنه 75 سنة، عايش في محافظة بورسعيد في منطقة شعبية في هذه المحافظة. أكل عيشه ورزقه في العربية اللي موجودة قدام حضراتكم دي. قبل أيام تم سرقة السيارة من أسفل منزله، والراجل عثر على العربية النهاردة زي ما حضراتكم شايفين كده، مفيش فيها أي حاجة، لا كاوتش ولا عفشة ولا مكنة. اللي سرق العربية ربنا ينتقم منه، خلاها على الحديد، ما خلاش في العربية أي حاجة. بصوا حضراتكم، عربية فاضية مفيش فيها أي حاجة ولا تصلح لحاجة. العربية دي بالنسبة لعم محمد نصار أكله وشربه وعلاجه. عم محمد نصار مش عارف يعمل إيه، قاعد جنب العربية والدموع مالية عينيه، مش لاقي حل. هيعيش منين؟ ياكل منين؟ يشرب منين؟ يتعالج منين؟ استغاثة إنسانية من محافظة بورسعيد، لعل إن احنا نجد من يساعد هذا الرجل إن هو ترجع حياته. عم محمد نصار عمره ما ظهر في الميديا ولا ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي. راجل حياته كانت عبارة عن إن هو ينزل من بيته الصبح وهو سنه كبير، يشتغل ساعة ولا اتنين على عربيته دي اللي هي فيها لقمة عيش، ويجيب أي مبلغ على الساعتين اللي بيقدر يشتغلهم، لأنه راجل مسن، وياكل ويشرب ويتعالج بيهم. حياته اتقلبت. عم محمد، اتفضل. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان يوم الجمعه، علي صوتك شويه يا عم محمد. يوم الجمعه اه العربيه اتسرقت من تحت البيت، وقعدنا وبلغنا الشرطه وقعدنا نلف عليها، وهي دلوقتي اتلاقيناها، بس اتلاقيناها فاضيه خالص، وزي ما سبتك سيادتك كده، ولا مكنه ولا عفش ولا حتى الغاز حلين، والكراسي والدنيا كلها محشاله منها. والله ما صلى على النبي، ده اكل عيشي. وبعدين عشان نلمها تاني عايزه فلوس، واني والله ما معايا حتى اكل. مش هقول لك هي كانت متظرفه. كنت انزل اشتغل ساعتين اجيب 100 جنيه يا دوب. طبعا عارفين ال 100 جنيه تعمل ايه؟ يا دوب على قد العيش وعلى قد بطاطسايه حبه فول، خلاص على كده وعايش. انا راجل كبير، كلت في الدنيا ما كفيته. فدلوقتي يموت يعني اقول لاولاد الحلال ساعدوني الم العربيه بتاعتي، عشان العربيه اللي تم ده عايزه فلوس. واني ربنا اللي اعلم بيا، اني ما فيش لا عيان ولا باكل ولا بشرب، بقى لي اسبوع النهارده نايم في البيت، ما حدش يخبط على بابي. اعمل ايه؟ عايش لوحدك يا عم محمد؟ انا وابني. انت وابنك؟ انا وابني بس. الزوجه؟ لا، الزوجه متوفيه. الزوجه متوفيه. والعيال كل واحد في حاله، الدنيا مشاغل وكل واحد في حاله، ربنا اللي اعلم بعباده. وانت عايش مع ابنك بس؟ وانا عايش مع ابني بس. العربيه دي كانت بالنسبه لك ايه يا عم محمد؟ العربيه ده حياتي، ده حياتي. يعني ياخدوا روحي بس ما ياخدوش مالي. هم خدوا روحي وخدوا مالي، اعمل ايه؟ اعمل ايه وانا راجل كبير؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه يا رب؟ اعمل ايه يا رب؟ يا رب يا رب لو تعطيني العربيه اضعف من الدنيا يا رب. يا رب لو تعطيني من الدنيا يا رب. انا خلاص كده يا رب، ده حياتي، ده حياتي. اعمل ايه؟ اعمل ايه يا ربي؟ حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ظلمني واللي جه عليا، وربنا يعلم انا عايش ازاي. يعني اعمل ايه؟ نصيبي كده، نصيبي كده. انت مالكش رزق تاني يا عم محمد غير العربيه؟ لا، هي العربيه بس. العربيه اكل عيش واكل مفيش اي حاجه. هي اكل عيش وكل حاجه، كل حياتي. يعني العربيه دي كل حياتي، يعني ده حياتي. يعني لو يعني استغفر الله العظيم يا ربي، والله يا رب نموت شهداء يا رب، نموت على دين الاسلام. الواحد ما يعملش عارف نفسه حاجه. اعمل ايه؟ اقف في شارع المرور اشحت ولا اعمل ايه؟ مش عارف، مش عارف اعمل ايه. والراجل كبير عندي، اشتغل عند واحد، مش قادر اشتغل عند واحد، مش قادر اغسل عربيه واحد، مش قادر. اعمل ايه؟ ما فيش صحه تساعد. انا راجل كبير عندي 75 سنه، اعمل اروح فين؟ اروح فين ولا منين؟ تعبان تعبان تعبان. فربنا يوقف علي ولاد الحلال اللي يرزقوني، يقف بجنب بس اعمل عربيتي بس. انا مش طالب حاجه من الدنيا الا عربيتي تمشي على رجليها، واطلع اجيب اكل عيالي، اكل بيتي، اكلي.
اكلي انا بس، مش طالب من الدنيا حاجه غير اكلي، اكل 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 زي لو باخذ في الشارع كلاب بتاكل، اكل اكل بس، ده اللي بطلب من الدنيا، اكل بس. انت لما شفت العربيه يا عم محمد حسيت بايه؟ حسيت في العربيه اول ما شفتها كده ولقيتها فاضيه. اول ما استلت العربيه روحي راحت، ولما شفتها على دي على وضعها روحي راحت. اعمل ايه؟ هي ده حياتي، هي ده حياتي اللي اقدر امشي عليها. انت مالكش اي مصدر تاني يا عم محمد؟ لا 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 ولا مصدر ولا اي حاجه غير هي العربيه. بتاكل ازاي من يوم الجمعه يا عم محمد؟ والله ربنا اللي اعلم. عندي كنت شويه بطاطس كانوا في البيت، كل يوم بقلي منهم شويه، والعيش اروح اجيب عيش حر عشان البطاقه والبيتزا والحاجات كلها كانت في البتاع دي الرخصه، والفيزا بتاعت المعاش والبطاقه بتاعتي كل ده كان في العربيه، والبطاقه التموين كل ده كان في العربيه. فبروح اجيب عيش، اجيب 20 جنيه 10 رغيف اكل انا وابني وخلاص على كده. يعني انت عايش على العيش والبطاطس يا عم محمد؟ على العيش والبطاطس، اجيب ايه تاني؟ اعمل ايه؟ حتى والعربيه كانت معاك؟ لا العربيه كانت معايا، كانت يعني كنت بجيب اي حاجه، اجيب سمكايه، اجيب رز، اجيب كده. لكن النهارده العربيه وقفت، اعمل ايه؟ وبعدين ما فيش، والله العظيم العربيه واقفه مكان تجيب بتاع 100 جنيه. يوم العربيه ما اتسرقت، ليه رزق يوم بيوم. رزق يوم بيوم، وعربيه زي ما انت شفتيها تعبانه. يعني مش جديده عشان تساعد على الشغل ولا تساعد على المشي ولا ركبها تسوقها تاني ولا هي تعبانه. هي اساسا العربيه كانت تعبانه. وانت صحتك عربية. يا عم محمد مش جايبه اصلا. نعم. صحتك مش جايبه. لا صحتي لا 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 مفيش صحه خالص. يعني واحد 72 75 سنه يجيب صحه منين؟ اجيب صحه منين يعني؟ ارجع زمان، ارجع زمان خلاص راحت ولا راح. بس كنت بتشتغل عليها كنت بشتغل عليها مالي، كنت بشتغل عليها اجيب ساعتين، ولا حد يقول لي اتاخرت ليه ولا جبت قد ايه ولا جبت شويه، قال لي ربنا كان بيكرمني بس ساعتين ثلاثه اللي بشتغلهم كنت باكل بيهم. ومرتي كانت تعبانه، وكان العربيه كانت العربيه رخص منتهيه، ومش قادر ادفع عليها مؤسسه ولا ادفع عليها اي حاجه، فالرخص كانت منتهيه، وعشان اجددها النهارده عايز فلوس وما فيش حاجه. كانت مرتي تعبانه عندها شلل، ويا دوب كنت اللي اشتغل بيها، يا اجيب لها علاج، اجيب لها اكل، يا اسد بيها ايجار، وخلاص على كده، وهي عايشين وماشيين لغايه لما يقولوا لها توفت. بايه تاني؟ اعمل ايه؟ العربيه اتسرقت من يوم الجمعه. من يوم الجمعه الساعه 9:30 10 ورجعت النهارده. ورجعت النهارده. قول للناس رجعت ازاي يا عم محمد؟ انا اتصل بيا واحد قال لي عربيتك رقمها قد كده، رقم 33 85 رقم الكودي 44 17. قلت له اه. قال لي طب تعالى انا في قبضايه عند الجامع. فاخدت تاكسي على طول وجيت لقيت العربيه. طبعا العربيه لما لقيتها كده منظرها كده خد بالك مت ما فيش. لا اعمل ايه؟ ما فيش لا مكنه ولا كاوتش ولا. ده المسمار النهارده بفلوس، الصاموله النهارده بفلوس. لما 4 كاوتش يروحوا بالجنط بالمكنه بالغاز بالدنيا ما فيها. الباب مخلوع مش شال. العربيه مش لاقي اقول ايه عشان ربنا يرزقني اشد العربيه دي خالص، ولا هشد ولا اعمل فيها حاجه. انا هموت كده جنب منها. لا مش هتموت ان شاء الله، اهل الخير هيساعدوك ان شاء الله. انا هموت جنب منها، هعمل ايه؟ لا مش هتموت ان شاء الله. اعمل ايه؟ هجيبها منين؟ اكل ولا اشد عربيه ولا اجري؟ ده انا البطاقه بمشيها عشان اروح اطلع بطاقه ثانيه. بمشيها والله العظيم، بمشي بالساعه والساعتين، بقعد استريح في السكه عشان ما عادش لا اركب ميكروباص ولا اركب تاكسي. ما معكش فلوس خالص يا عم محمد؟ نعم. ما معكش فلوس خالص؟ لا ما معيش. اجيب منين؟ والمعاش 3000 جنيه، معاش سواق 3000 جنيه بسد ايجار وميه ونور وغاز بس. ادي 3000 جنيه خلصوا. هيجيب اكتر من كده تاني. كنت عايش على العربيه، رزق يوم بيوم، رزق يوم بيوم، 3 4 ساعات اشتغلهم والرخص بتاعتها منتهيه، وبقول له اكل عيش لغايه لما ربنا يسواها من عنده. جت العربيه اشتريت، موت بس. ربنا هيرضيك يا عم محمد، والعربيه هترجع احسن من الاول. ربنا يبارك لك يا رب. اهل الخير مش هيسيبوك والله. والله انا عارف يعني، واخد بالك يعني العمليه الناس بتذبح واخده بالعجل والاثنين في العيد. الضراء في العيد مثلا لو حتى اقول ايه؟ اقول لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله، وربنا يزيد من عباده عشان يحن، ربنا يرزقهم عشان يحن على الغلبان المشابه. يعني ربنا يزيدهم من نعم الله عشان لما يشوف واحد في زي يدوه.
واحنا عايزين كل الناس بالصلاة على النبي حلوين. الناس كلها بتقول لك يا عم محمد ما تعيطش، دموعك غاليه علينا، والله مش هيسيبوك. ربنا يبارك لك يا رب، ربنا يبارك لك يا رب، وربنا يبارك لهم يا ربي. اعمل ايه؟ اعمل ايه نصيبي كده؟ عاوزين هوري الناس العربيه وارجع لك تاني يا عم محمد. اتفضل. بصوا يا جماعه العربيه دي عم محمد، عشان بس الناس اللي معانا تفهم وعشان ندائنا يوصل للساده المسؤولين اللي احنا متاكدين ان هم عمرهم ما هيسيبوا حد في ازمه، ولا المصريين ما بيسيبوش برضه حد في ازمه. بصوا يا جماعه دي العربيه اصلا عربيه مش جديده، عربيه تاكسي زي ما حضراتكم شايفين كده. الراجل ده سنه 75 سنه، الراجل ده بيشتغل عشان ياكل لقمه عيش من الحلال، ما بيقدرش يشتغل كتير، بينزل سنه 75 سنه يدور عربيته الغلبانه دي ويمشي بيها يجيب له 100 جنيه زي ما سمعتوا، شويه عيش وشويه بطاطس وياكل هو وابنه. دي قصته. عربيه يوم الجمعه اتسرقت، رجعت ازاي بقى؟ بصوا، لا كاوتش، مفيش مكنه، انا عاوز اوري لكم المكنه بس هنا، بس هي مقفوله. بصوا يا جماعه يا ريت تكون باينه، مفيش مكنه، مفيش عفشه، مفيش ابواب للعربيه، مفيش اي حاجه موجوده في العربيه، العربيه فاضيه تماما. بصوا يا جماعه العربيه، بصوا العربيه من جوه، بصوا شكل العربيه من جوه، ما فيهاش اي حاجه تنفع تكون عربيه ولا تمشي. ادي الكاوتش، ادي كاوتش العربيه، اخد الاربع كاوتشات، اخد المكنه بتاعت العربيه، اخد العفشه بتاعت العربيه، ما عادش فيه عربيه. طب الراجل ده من يوم الجمعه لا بياكل ولا بيشرب ولا بيتعالج، قال كلام صعب قوي دلوقتي، قال اموت وخلاص، قال اموت وخلاص، قاعد جنب العربيه بيبكي. هنسيبه؟ اكيد مش هنسيبه. عاوز تقول ايه يا عم محمد؟ اقول ربنا يوقف جنب ولاد الحلال، ربنا يوقف جنب ولاد الحلال عشان بس اعيش واموت مسلم، بس هذا اللي مطلوب من الدنيا كلها. اعيش واموت مسلم، اموت على دين الاسلام احسن ما اعمل كده في حاجه واقول لك ده كده الكافر، اموت بس على دين الاسلام بس. لكن رزق راح، ربنا يوقف على رزقي، يقطع حياتي، اعمل ايه؟ دي حياتي، دي يعني العربيه دي كانت حياتي، حياتي انا. خد بالك يعني اعمل ايه؟ مش عارف اقول ايه، مش عارف اقول ايه والله. هو ربنا يساعد اللي يساعدني، ربنا يقف جنبي اللي يقف جنبي، وانا راجل غلبان واقدر اكله وراحت، راح يساعدني في اقدر اكله وراحت، وربنا يزيد الناس من نعيم الله، وربنا يوقف الناس بهذه الحاله الجميله مني، وبنات رجال الاعمال والناس اللي مبسوطه يحن على واحد غلبان. قدروها اي حاجه في رمضان طلعت، قدرها شنطه رمضان طلعت. ربنا يقف جنبكم زي ما وقفت جنبي، جنب واحد غلبان. انا مش عايز من الدنيا حاجه، العربيه تقف على رجليها، هذا اللي مطلوب من الدنيا، ان العربيه تقف على رجليها بس، هذا اللي انا عايزه. لكن عربيتي كده بالمنظر ده وانا مالهاش لازمه، حد الصاجه ولا معايا حاجه، والله انا معايا اجيب لها مسمار بصاموله، اجيب لها منين؟ انا راجل زي ما انتم شايفين العربيه تعبانه، العربيه اساسا كانت تعبانه، مش عربيه حيه عشان كنت تشتغل واثنين سواق راكبينها ولا كده، عربيه تعبانه وما فيش. وبورسعيد بلد محدوده، ما فيهاش غريب، يعني الواحد لو جاب 100 جنيه اخر النهار يبقى من الله. النهارده الناس غاليه والتكوسه من البلد، النهارده في بورسعيد اكثر من 22,000 تاكسي، كله شغال فاضي. ربنا يعوض عليك يا عم محمد. يعني زي ما حضراتكم شايفين كده يا جماعه، احنا عم محمد حكى كل حاجه، وانا هختم مع حضراتكم الموضوع بتفاصيل القصه كامله. عم محمد راجل سنه 75 سنه، 75 سنه، ما كانش حيلته الا العربيه دي، عايش في بيت في عمر بن عبد العزيز كده، يعني حاجه بسيطه جدا، وبيطلع بالعربيه دي يشتغل يجيب له 100 جنيه على قد ما يقدر، يشتغل ساعتين وهو عايش بياكل عيش وبطاطس، عيش التموين وبطاطس، ولا عمره قال لحد اديني، ولا عمره قال لحد انا محتاج. اهو راضي باللي ربنا اسمه عليه، بالعربيه اللي اكلها البرومه دي اهي، ماهيش عربيه جديده ولا حاجه يعني، بس بيجيب من وراها 100 جنيه في اليوم. فجاه الراجل ده عربيته اتسرقت يوم الجمعه اللي فات، العربيه تحولت الى خرده زي ما حضراتكم بتشوفوا، اخد الكاوتشات كلها، اخد الابواب بتاعه العربيه، اخد المكنه، اخد العفشه، تحولت العربيه لقطعه حديد من الخرده. وعم محمد لا بيه ولا عليه، قاعد جنبها بيبكي على رزقه اللي راح. هياكل منين ويشرب منين ويتعالج منين؟ مفيش قدام عم محمد اي حاجه في الدنيا يعملها
غير ان حد يساعده، وما طلبش مساعدة حاجة. قال لك انا عاوز عربيتي تقف على رجليها عشان اكل واشرب. احنا بنتمنى ونناشد وندعو ونستغيث بالسادة المسؤولين، الاب الانسان اللي هو ابراهيم ابو ليمون محافظ بورسعيد، كل الناس اللي معاها فلوس، كل الناس اللي معاها فلوس، كل الناس اللي معاها فلوس، كل الناس اللي ربنا مرضيها، كل رجال الأعمال الطيبين، أبناء محافظة بورسعيد وأبناء كل المحافظات، وقفوا جنب عم محمد، وقفوا جنب عم محمد، ترجع عربيته ويرجع يعيش زي ما كان عايش. هو راضي بال100 جنيه اللي بتيجي ورغيف العيش بتاع التموين وحتة البطاطس، ما قالش حاجة عمره، لكن راحوا هم كمان. ده كان نداءنا للمسؤولين، واثقين في الإجابة بإذن رب العالمين.